الشيخ ماجد بن قعيد طبعا رجل معروف وغني عن التعريف، ومهما نتكلم يعني في حق الرجل ونذكره يعني ما رايح نوفي حقه. الشيخ يعني غريب في بعد نظره وفي اهتمامه وفي طموحه وفي عمل الخير بصفة عامة. طبعا لها أهمية الجميع يعرفها منذ سنين. الشيخ الله يجزاه خير قام بنى المباني وأسسها، وحتى أذكر سمعت تكلمون مرة عن أن أول مدرس على أساس يدرس في حضن كأنه استبعد بعيد وكذا ما وافق، فكان من الطائف تعرف الأمور كانت بسيطة. فالشيخ تحفيز لهذا المدرس شرى له سيارة جديدة وسلمها لهذا الأستاذ حتى يواصل التدريس ابتدائي، طبعا صف واحد. ففي هذيك السنين وفي هذاك البعد رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب بعد نظره، سبحان الله غريب الرجل هذا. فأنا سألته يوم من الأيام قلت يا ماجد أنت لك نظرة خاصة، أول أنت لا تهتم بمصالحك الخاصة مثل ما أنك مهتم يعني بالمصالح العامة. فمن يعني استقيت هذا الفكر من فين وكذا. فهو عنده اعتزاز دائما بجلالة الملك خالد رحمة الله عليه، فيقول أنا يا أبو محمد إذا أني عندي أهمية أو نظرة بعيدة فهذه استقيتها من معزبي رحمة الله عليه، وأنا معاهد يعني على طول حياتي أقضيها في سبيل المصلحة العامة في سبيل قبيلتي. بالإضافة إلى أي مشكلة تحدث طارئة لا يعتبر هذا قريب له ولا هذا بعيد، فهو يتدخل ويحاول يحل المشكلة، الله يرحمه ويجزاه عنا خير الجزاء. أما من ناحية عمل الخير فهذا الرجل أشهد له الله عز وجل يعني شهادة حق، في كل مشكلة جاءت فيها مادية أو فيها ظروف أو فيها مشكلة على أحد فهو دائما يساهم بعمل الخير ولا يعلم أحد، ورجل جزل وعنده مزرعة القريبة هذه من المحطة يهتم فيها ويسقيها، حتى إن يوم من الأيام رأيته على الشيء يشتغل بنفسه يعلم الله عز وجل. فقلت ما شاء الله تعرف سوق؟ قال نعم أجيب طين أو إني أصلح الأرضية وكذا يعني. فافتكرت إن الرجل يجتهد يعني مثله مثل غيره يبقى مصلحة وكذا. فيوم وقام يسقي وحتى الموية كانت شاحة في هذاك الوقت، فجاب وايتات ويسقي المزرعة ويزينها، وما شاء الله أنتجت من أحسن المزارع رغم أن جميع التربة كانت في جفاف. فكانت المزرعة إنتاجها ما شاء الله تبارك الله. أذكر كانت في رمضان أو قريبة من رمضان، فعندما نضجت الثمار التمر طبعا والهذا فتح الباب وقال لجميع الناس أجانب أو سعوديين أو من جماعته تفضل المزرعة مزرعتكم. فتعجبت أثارت إعجابي بصراحة، وسألت قالوا هذا دأب الرجل منذ سنين في مزارعه يزرع ويصلح إلى صلحت فيجعلها في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل لا يحرمها الأجر. في البداية أسأل الله جلة قدرته أن يرحم ماجد بن قعيد ويسكن فسيح جناته ويتغمد بواسع رحمته. فحقيقة إنه وفاته نقص على كل الرجال اللي يعرفون معنى الرجولة ومعنى الرجال اللي يخسرون مثل ماجد رحمه الله. وأنا قد عرفته منذ صغري بموجب علاقته مع والدي الشيخ شبان ماجد بن جيروه رحمه الله، ثم بموجب ما قام به من أفعال وما هو معروف عنه من أعمال جليلة قام بها رحمه الله. فلا شك أن ماجد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حكومته الرشيدة هو الذي أسس قرية الخالدية شرق جبل حضن، وسعى إلى جلب المصالح لها والخدمات، فقد وفر لها الكهرباء وقد وفر لها الطرق وقد وفر لها المستشفى بفضل الحكومة، بفضل الله ثم بفضل الحكومة ثم جهوده الذاتية، المستوصف والهاتف وجميع الخدمات، وحريص على ما يهم مجتمعه وقبيلته. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته والعزاء في أبنائه، وإن شاء الله أنهم يأخذون حذوه ويمشون في طريقه فهد وإخوانه. حقيقة أنه ربما تخون العبارة في ذكر محاسن ماجد، ولكنه رجل غني عن التعريف، فهو رحمه الله من الرجال المعروفين والمشهورين
طيب السيرة نقي السريرة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. بسم الله. حقيقة يجب أن نقول أول شيء إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل لا شك لدينا خاصة ولدى جميع قبيلة البقوم عامة، والمصاب هذا مصاب لقبيلة البقوم وأيضا حتى للقبائل الأخرى. فالفقيد معروف ليس على مستوى قبيلة الهذيل أو البقوم، فهو شخص يعني معروف لدى قبائل العجمان وعتيبة بسبب وسبيع بسبب يعني اختلاطه بهم حينما كان خويا لجلالة الملك خالد رحمه الله. والحديث عن أبو فهد يطول حقيقة، فلو نعدد مناقبه يعني نحتاج أيام وأيام عشان نكفيه حقه. الشيخ ماجد، فالشيخ ماجد رحمه الله كان خويا لجلالة الملك خالد بن عبد العزيز، وفي إحدى رحلات الصيد كان يحدثني هذا بنفسه، زارني في بيتي وتكلم عندي الكلام هذا. ففي إحدى زياراته مع الملك خالد لكثير من مناطق المملكة في الصيد وكذا، رأى شيوخ قبائل المملكة العربية السعودية يهتمون في بناء هجر متكاملة لقبائلهم، وكذلك كان يرى الشيخ قعيد بن سرور رحمه الله. الشيخ قعيد بن سرور كانت الفكرة له، بلغني الشيخ ماجد بن قعيد رحمه الله أن الفكرة فكرة والده، وكان خيال والده قعيد بن سرور واسع جدا وبعيد النظر. فكان يحدثني رحمه الله يقول أن عندما أرجع من رحلات الصيد يطلبه والده قعيد بن سرور بأن يطلب الملك خالد ويستغل مكانته لدى الملك خالد في بناء هجرة لقبيلته أسوة بالقبائل الأخرى. وكان يبلغني الشيخ ماجد بن قعيد أن والده كان يتخيل، يقول انظر إلى البير هذه يا ماجد وانظر إلى الحزم هذا، أنا أتخيل أن البنات شايلات الشناط على ظهورهن وينزلون مع الحزم. وفعلا قال لي أن المكان مدرسة البنات نفس المكان اللي أشر له والده رحمه الله. فكبرت الفكرة هذه في نظر الشيخ ماجد، وطلب الملك خالد، وما كان من الملك خالد إلا دعمه دعما كليا في التوجه هذا، وأصدر له منحة فيها رمز قبيلة هذيل وقبيلة البقوم. والحقيقة لو بتكلم عما قدمه ماجد للخالدية وأهل الخالدية ما تكفيني ساعات، ولكن باختصار أقول أن ماجد من الناس اللي بذل كل جهده وحياته لمصلحة جماعته، وكون لهم قرية من عدم تعلموا منها أبناء القبيلة، ووصلت لهم جميع الخدمات في وقت وجيز، يعني من 1401 تقريبا إلى أن توفى ماجد الله يرحمه تحققت منجزات كثيرة للقرية وأهل القرية ما كنا نحلم بها. حتى أنهم كان يتكلم مثلا في المجالس ويقول مثلا بجيب المشروع هذا بيجي عندنا ولا هذا، حنا فيه من الناس من يستبعد هذا الكلام، يستبعده لأن يكون فكره أو نظرته محدودة. لكن أبو فهد الله يرحمه كان نظره بعيد، ومثل ما قلت لك ما كلمتين أو ساعة ولا هذا ما توفيه من الكلام، حتى اللي بقوله ما هو في حق. ونقول إن شاء الله يبارك في عياله ويواصلون المسيرة، هذا اللي نقدر نقوله. أما ماجد فهو فقيده على قبيلة هذيل وعلى قبيلة البقوم وعلى من يعرفه وعلى أهل الخالدية سواء من هذيل أو من غيرهم، ولكن ما نقول الله يرحمه إن شاء الله ويجعل ما قدمه للخالدية وأهل الخالدية في موازين حسنات.
ما بعده ماجد بن قعيد، وش بقول وش بخلي؟ ما أقدر أعبر عن شعوري من المشاعر الحميدة الذي بذلها لي ولغيري، وأخو أعتبره أخو الله يرحمه، وعشت معه عيشة سنوات طويلة وأنا وياه، صداقتنا طويلة الله يرحمه. وش بقول؟ والله ما أقدر أعبر عن ماجد الله يجعله في الجنة. أب حنون، مشاعر طيبة، كل أمر طيب يسعى فيه. أنا ما أخبر أني ماجد بدأ من المشاعر الطيبة شيء ما بذل نفسه فيها أي حاجة، ما يتصغر نفسه عن شيء، جعله في الجنة. وش تعرف عن تأسيس القرية وعن والله بدايته وش فيها؟ أعرف أنا من يوم سيس القرية أن سيسها من عدم إلى وجود، سيسها ما هي بشيء ذاك، ما يوم سيسها وهي أرض صحراء وتكونت الحين مدارس ومركز أمارة وفلل على 4 أدوار الحين 3 أدوار، يلا لك الحمد. الحمد لله على قضاء وقدره. واجد طموحاته جاله الجنة، هو طموحاته بعيد، ما طموحاته بقريب، هو طموحاته بعيد الله يرحمه. هو طموحاته دايم طموحاته هو في فكره الخالدية وأهلها، دايم هو في فكره الخالدية وأهلها. أنا أخبر مرة من المرات أني جلست أنا وياه وقال يا أبو راضي والله أنا مرة من المرات حلفت يا الخالدية متى ما تكاملت المدارس فيها إني لأذبح لي جزور، وبالذات إني إذا شفت البنيات حازمات وقرونهن بخرق حمر بيض إني لأذبح. يقول يا ولدي يوم من الأيام لهن يوم مرن قدامي راحت للمدرسة، رد الله حكومتنا الله يبارك فيها، وجابت مدرسة بنات بعد مدرسة العيال، ودرسة ذاك النهار. يقول مدرسة، يقول أروح أنا أعلق بالسوق، يقول أنا شريدة القذعة وأنا أجيبها وأنا أدشيها قدام باب المدرسة. قالوا يا جماعة يا دمرت المدرسة. قلت لا الشيول عندي والقلاب عندي، خلوني أوفي نذري، ولا أوفيت نذري شو وش بسوي؟ يقول يا إذا ذكاته قلت تعالوا يلا وزعوا الحمى، لا يجي بيتي منها شيء، وزعوا الحمى. الشيخ ماجد بن قعيد من الرجال اللي ينفقدوه رجل وافي مع حكومته، مع الملك خالد الله يرحمه، هم مع الملك فهد، وهم مع الملك عبد الله يرحم اللي توفى وطول عمر اللي بعده. الرجل رجل وافي يقوم مدارس، يطلب مدارس، ويقوم في شان الهجرة وفي شان ربعه، ووافي مع حكومته ومع جماعته، ومن الرجال اللي فيهم خير ويفقدوه. ماجد بن قعيد كان خوي للملك خالد الله يرحمه، ورجال وافي ورجال ذرب، ان خويته خوته طيبة، وان عينت في اموره اللي هو يسويها لها طيبة، اموره كلها زانة. ثم طلب من الملك خالد الله يرحمه الهجرة هذه اللي قالها الخلدية الحين، وطورها الله سبحانه، ثم الدولة هم سعي فيها، ولا يعز دولتنا ويخليهم منا وينصرهم على أعدائهم. والرجل من الرجال نفقدهم موجودين، وافى مع جماعته وطيب مع جماعته ومع الناس كافة، سواهم جماعته الخاصين هذيل أو البقوم أو مع القبائل كلها. هذه أمور ماجد الله يرحمه برحمته، وإن شاء الله أن يظهر من عياله إن شاء الله واحد منهم إن شاء الله يجي مثل ما قبل. هذا المثل.